السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل اللي بيشوفني ويتابعني على قناة حياة أسماء. الفيديو بتاع النهاردة عن الفراخ، وما زلنا بنتابع الفراخ البيضة والفراخ الساتو. وعايزة أقول لكم إن كان جالهم دور سخونية جامد جدا جدا، وانا ده سببه ايه؟ السخونيه الجامده دي سببها ان انا نسيت السقايه قدامهم، يعني نسيت السقايه قدامهم بالليل. يعني المفروض ان انا بحط السقايه فترات معينه، انا مش بسيب السقايه قدامهم بتاعه الميه، لان قبل كده كان قال لي متابع ازاي احنا بنسيب السقايه. بنسيب السقايه قدام الفراخ، ايوه الاكل والميه ايوه، ولكن في البرد لا، ما بنحطش الميه قدام الفرخ على طول. الميه بتسقعه لان هو بيشرب ميه بغزاره، بيهجم على الميه ويشرب ميه بغزاره، فبيشرب الميه من هنا وبعدين يبل الفرشه من هنا. فهو ده اللي حصل فعلا، ان انا نسيت السقايه قدامهم بالليل. فطول الليل بقى انا معرفش ان السقايه سبتها، انا افتكرت ان انا شايلاها، يعني المغرب اشتريت السقايه، فاختفي بس ان انا بحط العلفه وبشيل السقايه بتاعت الميه. فصبحت الصبح الساعة 7 الصبح بفتح عليهم، لقيت الفرشة دي بتتعصر مبلولة مغرقانة مية. شربوا سقاية المية طول الليل، والفرخ بقى ايه، يعني الفرخ بقى في ربع حاله كده ومعادش سخن نار. ايد الفراخ جيت امسك الفراخ كلها لقيتها سخنة نار وصايمين عن الاكل وكشين، كل الفراخ كش. يعني تخيلوا بقى، يعني واحد بجد، لان انا عايزه اقول لكم ان الفرخ بيتربى بصعوبه جدا، فلما تكوني جايبه عدد من الفراخ يعني العنايه بالفرخ صعب، انت تفضلي طالعه نازله وتفلسي وتعملي وتاكلي بقى وتشوفي وتداري الفرخ ده في الجو اللي احنا فيه ده. فمتعب جدا انك تربي فراخ صغيره في الجو ده. ولكن الفراخ ما كانتش عيانه ولا حاجه، هي الفراخ كانت ماشيه كويس جدا. ولكن سقايه الميه اللي نسيتها دي، طبعا البرد الليل لما بيدخل درجه الحراره بتقل، بتبقى جامده. احنا كبني ادمين مش بنقدر نتحملها، ما بالك بقى ان الفرخ الكائن الضعيف. والفرخ انا عايزه اقول لكم ان الفراخ المناعه بتاعتها قليله جدا، يعني هي لو البطه مناعتها كويسه وتتحمل البرد عن الفرخ، لكن الفرخ ملوش مناعه في البرد، ما بيتحملش. انا لما حطيت السقايه شربوا السقايه كلها. طبعا السقايه ما هياش صغيره ولا هي كبيره، هي السقايه متوسطه. والميه طبعا كل ما بتتركن في السقايه بتبقى متجمده، يعني بتبقى تلج. الميه راكده، لما بتكون الميه راكده كده بتبقى سقعانه جدا. فانا ببقى حريصه ان انا بدفي الميه. لما النهارده الجو كويس، هو صحيح الجو مغيم لكن كويس دافي، ما بدفيش الميه للفراخ. لكن انا عايزه اقول لكم، يعني حكايه ان انا سبت السقايه دي، او ان انا سبت السقايه دي، الفرخ انا عايزه اقول لكم انا عالجت الفرخ ازاي. درجه الحراره بتاعته كانت عاليه جدا، ما بياكلش، الفرشه غرقانه. اول حاجه عملتها انا غيرت الفرشه خالص، ان انا اللمبه كنت معلياها، وطيت اللمبه خليتها واطيه بحيث الدفا يتجمع. بدأت احبش المكان كله بشكاير بحيث ان انا افصل الدفا، بس مش قوي، بدل درجه الحراره عند الفراخ عاليه، مش ان انا اقفل عليه قوي، بس كان لازم يقفل لانه هو كان الحراره بتخلي الفرخ بيرتعش. جبت مضاد حيوي، اديته كاول حاجه ان انا عطشت الفراخ جامد، وجبت كبسولة مضاد حيوي ودوبتها لهم في الميه. والاسبرين الاخضر يا جماعه، انا عايزه اقول لكم الاسبرين الاخضر ده مفيش غنى عنه، ده موجود عندي. ده بينزل الحراره بطريقه رهيبه، وحلو جدا، بينشط الفرخ، بيعمل سلالة في الدم ويقوم ينشط الفرخ. فده اول حاجه المضاد الحيوي. وبعد كده ما شربوا المضاد الحيوي دقيت حبيتين اسبرين وحطيت لي الفراخ. وكل شويه ان انا منعت الميه خالص، انا حطيت لهم الادويه وسقيتها لهم وانا واقفه، ما زودتش الميه، يعني هما شويه ميه صغيرين وسقيتهم، قمت انا ماشيه. وبعد كده شلت الميه خالص، بدأت في الفرخ. وكل شويه ابص على الفرخ بياكل ما بياكلش، اتصلح لسه كاشش، لسه راكبين في جنب، راكبين على بعضهم، لان الفراخ بتبقى مركبه على بعضها ومتجمعه في جنب. يعني بجد كان دور صعب جدا. الدور ده اخد يومين مني. فاللي انا عايزه اقول لكم الحمد لله ان هم رجعوا الحمد لله لطبيعتهم. وهو الحمد لله ما كانش فيهم حاجه ماتت ولا حاجه. حتى الفراخ اللي كنت بقول خلاص، انا كنت يعني والله قلت لا
خلاص الفراخ دي مفيش فيها امل، كذا فرخ كده. فانا فكرت ان انا اشيلهم واحطهم في كرتونه لوحدهم، رجعت قلت لا خليها ربنا يستر بقى وتستاهل لله. فالحمد لله الفراخ حلوه اهي، رجعت تاكل الحمد لله. وبرده بسقيهم الميه بحساب ان انا بحط السقايه قدامهم وانا واقفه، والله يشربوها في 10، ما بيشربوش السقايه كلها، مش بملى السقايه، انا بحط ربعها ميه، ربع السقايه ميه، وبيشربوا الربع ده وانا واقفه. فالحمد لله الحمد لله الفراخ كويسه جدا، والحمد لله ربنا ما يجيبش خسائر يا رب. فانا عايزه اقول لكم لابد المضاد الحيوي يكون موجود عندكم، لابد ان تشوفي الفرخ لو ما بياكلش، تمسكي الفرخ تشوفيه سخن ولا لا، لان درجه الحراره بتاثر على الفرخ جامد جامد. لازم لو سخن على طول اسبرين او مضاد حيوي بحيث تنزل درجه الحراره بتاعت الفرخ. ده كان الفيديو النهارده، وفيديو مهم جدا جدا. انا بالنسبه لي الفيديو ده مهم لان بصراحه تعب الفرخ او الفرخ لما بيكون تعبان ده حاجه بتكسر الظهر بجد بجد، يعني بتحبطني. والحمد لله الحمد لله الفراخ كويسه. ده كان الفيديو بتاع النهارده، بتمنى ان هو يعجبكم، يا رب اكون انا قلت حاجه مفيده الكل يستفيد منها. ما تنسونوش اللي ما اشتركش في القناه يعمل اشتراك، يعمل لايك، يفعل الجرس. مستنيه اسئلتكم وتعليقاتكم على الفيديو. وما تنسوش لينك القناه بتاع سوسو عندي في القناه، يا ريت تدخلوا على القناه وتشتركوا عندها. كانت معاكم اسماء من حياه اسماء، اشوفكم الف خير.